محمد فوزي. محمد فوزي عبد العال الحو، مغني وملحن وممثل سينمائي مصري. تربع فوزي على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات في مصر خلال القرن العشرين، وتميز أسلوبه الفني بالبساطة والبهجة، إضافة إلى امتلاكه موهبة في إدارة المال والأعمال والإنتاج الفني. ولد محمد فوزي في 15 أغسطس 1918 في قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وهو الابن 21 من أصل 25 ولدا وبنتا، منهم المطربتين هدى سلطان وهند علام. نال محمد فوزي الابتدائية من مدرسة طنطا عام 1931. مال محمد فوزي إلى الموسيقى والغناء منذ كان تلميذا في مدرسة طنطا الابتدائية، وكان قد تعلم أصول الموسيقى في ذلك الوقت على يد أحد رجال المطافي محمد الخربطلي، وهو من أصدقاء والده، وكان يصحبه للغناء في المواليد والليالي والأفراح. تأثر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، وصار يغني أغانيهم للناس في حديقة المنتزه وفي احتفالات المدينة بمولد السيد البدوي. التحق بعد الشهادة الإعدادية بمعهد فؤاد الأول للموسيقى في القاهرة، وبعد عامين على ذلك تخلى عن الدراسة ليعمل في ملهى الشقيقتين رتيبة وإنصاف رشدي، قبل أن تغريه بديعة مصبني بالعمل في صالتها، حيث تعرف على فريد الأطرش ومحمد عبد المطلب ومحمود الشريف، وارتبط بصداقة متينة معهم، واشترك معهم في تلحين الإسكتشات والاستعراضات وغنائها، فساعدته فيما بعد في أعماله السينمائية. تقدم وهو في 20 من عمره إلى امتحان الإذاعة كمطرب وملحن، وبفريد الأطرش الذي سبقه إلى ذلك بعامين، فرسب مطربا ونجح ملحنا مثل محمود الشريف الذي سبقه إلى النجاح ملحنا. حضر إلى القاهرة عام 1938، واضطربت حياته فيها لفترة قبل العمل في فرقة بديعة مصبني، ثم فرقة فاطمة رشدي، ثم الفرقة القومية للمسرح. كان الغناء هاجس محمد فوزي، لذا قرر إحياء أعمال سيد درويش لينطلق منها إلى ألحانه الذي هي ملء رأسه، وقد سمحت له الفرصة عندما تعاقدت معه الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى ممثلا ومغنيا بديلا من المطرب إبراهيم حمودة في مسرحية شهرزاد لسيد درويش، ولكنه أخفق عند عرضه الأول على الرغم من إرشادات المخرج زكي طليمات وقيادة محمد حسن الشجاعي الموسيقية، الأمر الذي أصابه بالإحباط، ولا سيما أمام الجمهور الذي لم يرحمه. فتوارى زمنا إلى أن عرضت عليه الممثلة فاطمة رشدي التي كانت تميل إليه وتؤمن بموهبته العمل في فرقتها ممثلا وملحنا ومغنيا، فلبى عرضها شاكرا. وفي العام 1944 طلبه يوسف وهبي ليمثل دورا صغيرا في فيلم سيف الجلاد، ليغني فيه من ألحانه أغنيتين، واشترط عليه أن يكتفي من اسمه محمد فوزي عبد العال الحو بمحمد فوزي فقط، فوافق من دون تردد. شاهد المخرج محمد كريم فيلم سيف الجلاد، وكان يبحث عن وجه جديد ليسند إليه دور البطولة في فيلم أصحاب السعادة أمام سليمان نجيب والمطربة رجاء عبده، فوجد محمد فوزي واشترط عليه أن يجري جراحة تجميلية لشفتيه العليا المفلطحة قليلا،
فخضع لطلبه، واكتشف بعدها أن محمد كريم كان على حق في هذا الأمر. كان نجاحه في فيلم أصحاب السعادة كبيرا غير متوقع، وساعده هذا النجاح على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسم أفلام محمد فوزي في عام 1947. دأبت الإذاعة المصرية التي رفضته مطربا على إذاعة أغانيه السينمائية من دون أن تفكر بالتعاقد معه. وبعد ثورة يوليو 1952 دخل الإذاعة بقوة بأغانيه الوطنية كأغنية بلدي أحببتك يا بلدي، والدينية يا تواب يا غفور، وإلهي ما أعدلك، وأغاني الأطفال مثل ماما زمانها جاية، وذهب الليل، والتي غناها في فيلم معجزة السماء. كذلك اشترك مع مديحة يسري وعماد حمدي وشادية وفريد شوقي وهدى سلطان في رحلات قطار الرحمة التي أمرت بتيسيره في الثورة عام 1953 بين مديريات الوجه البحري والأخرى القبلي. وقدم جانبا من فنه مع الفنانين الآخرين لمواساة المرضى في المستشفيات وفي مراكز الرعاية الاجتماعية. غنى فوزي العديد من الأغاني التي كانت من ألحانه في مجموعة من الأفلام، كما لحن للعديد من مطربي عصره أمثال محمد عبد المطلب وليلى مراد وناظج وهدى سلطان ونجاح سلام وغيرهم. وقد قدم النشيد الوطني الجزائري في عام 1956. ذهب 2 من مسؤولي الجزائر إلى مصر وقابلوا محمد فوزي في إذاعة صوت العرب وطلبوا منه تلحين النشيد القومي للجزائر، لكن محمد أبو الفتوح رئيس القسم المغربي في الإذاعة اعترض على فوزي واعتبره ملحنا خفيفا ولا يصلح لتلحين النشيد القومي. أخذ فوزي الأمر على أنه تشكيك بقدراته وموهبته، وقدم نشيد قسما وقام بتلحين النشيد القومي للجزائر الذي لا يزال حتى يومنا هذا. استطاع فوزي تأسيس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات وفرغ نفسه لإدارتها، حيث كانت تعتبر ضربة قاصمة لشركات الإسطوانات الأجنبية التي كانت تبيع الإسطوانة ب90 قرش، بينما كانت شركة فوزي تبيعها ب35 قرش. وأنتجت شركته أغاني كبار المطربين في ذلك العصر مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغيرهما. دفع تفوق شركة فوزي وجودة إنتاجها إلى قيام الحكومة بتأميمها سنة 1961 وتعيين مديرا لها بمرتب 100 جنيه. الأمر الذي أصابه باكتئاب حاد كان بداية لرحلة مرضه الطويل التي انتهت برحيله بمرض سرطان العظام. يقول أحمد السماحي إن التأميم كان السبب في انهيار فوزي، فبعدما كان صاحب الشركة وعمودها الفقري وهي كل حياته، بدأ عمله فيها يتقلص، حتى جاءها في أحد الأيام وجد على بابها أحد الأشخاص يقول له: سنعطيك مرتبا شهريا 100 جنيه وسيكون لك فيها مكتب وستكون رئيس الشركة. لكنه وجد مكتبه الخاص في الحجرة التي كانت بوفيه للشاي والقهوة. محمد فوزي هو شقيق للممثلة والمطربة هدى سلطان والمطربة هند علام. تزوج محمد فوزي عام 1943 بزوجته الأولى السيدة هداية، وأنجب منها المهندس نبيل 1944 والمهندس سمير 1946 والدكتور منير 1948، وانفصل عنها عام 1952. وتزوج فوزي عام 1952 بالفنانة مديحة يسري، وأنجب منها عمرو عام 1955، وقد توفى لها ابنان من محمد فوزي،
وانفصل عنها عام 1959، وتزوج عام 1960 بزوجته الثالثة كريمة، وأنجب منها ابنته الصغرى إيمان عام 1961، وبقيت معه حتى وفاته. وبعد تأميم الشركة، والتي هي أول شركة للإسطوانات في الشرق الأوسط، والتي لحق بها استوديو لتسجيل الألحان والأغاني، من أكبر الصدمات في حياته بدأت بعدها متاعبه الصحية ومرضه الذي احتار أطباء العالم في تشخيصه، وقرر السفر للعلاج بالخارج، وبالفعل سافر إلى لندن في أوائل عام 1965، ثم عاد إلى مصر، ولكنه سافر مرة أخرى إلى ألمانيا بعدها بشهرين، إلا أن المستشفى الألماني أصدر بيانا قال فيه إنه لم يتوصل إلى معرفة مرضه الحقيقي ولا كيفية علاجه، وإنه خامس شخص على مستوى العالم يصيبه هذا المرض، حيث وصل وزنه إلى 36 كيلو. المرض هو تليف الغشاء البريتوني الخلفي فيما بعد، وأطلق على هذا المرض وقتها مرض فوزي، هكذا سماه الدكتور الألماني باسم محمد فوزي. وهكذا دخل محمد فوزي دوامة طويلة مع المرض الذي أودي بحياته إلى أن توفى في 20 أكتوبر عام 1966.